وصفة النهاردة مفيش اتنين يختلفوا عليها، صيام افطاري طعمها قمر ورهيبة وما نستغناش عنها نهائيا. وصفة النواعم القمر المنين بالعجوة. النهاردة نعمل احلى واسهل منين بالعجوة الصيامي، هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. يلا نشوف عملناه ازاي. مبدئيا انا هعمل 2 كيلو من الدقيق. 2 كيلو الدقيق حطيت عليهم معلقتين من الخميرة الفورية ومعلقتين من السكر ومعلقة من البيكنج باودر ونص معلقة من الملح، وهقلبهم مع بعض كويس خالص. وبعد كده هنزل ب4 كوبايات زيت او كوبايتين من الزيت وكوبايتين من السمنة النباتي او السمنة العادية لو مش صايمين. المهم 4 كوبايات من المادة الدهنية ل2 كيلو دقيق. يعني لو هنعمل نص كيلو دقيق هنستخدم كوباية واحدة بس مادة دهنية، ايا كانت زيت او سمنة او ميكس ما بين الزيت او السمنة. ونزلت بمعلقتين من السمسم المتحمص او اي كمية انت تحبي تضيفيها. انا طبعا كان المفروض احطها مع الخميرة والسكر، بس انا بصراحة نسيت، بس برضو كويس احنا لحقنا روحنا يعني. المهم هفضل ابس الدقيق مع الزيت كويس خالص لحد ما كل الدقيق يتغلف بالمادة الدهنية. وبعد كده هنزل بمعلقتين من مية الورد واقلبهم كويس خالص مع بعض. وبعد كده هبدأ ألم العجين بالمية. طبعا لو فاطرين هنضيف لبن عادي خالص، بس بما انه احنا عاملينه صيامي هنعمله بالمية. وبصراحة يعني ما اختلفش كتير في الطعم، استيل حلو زي القمر برضو بالمية. انا كمية الدقيق دي اخدت معايا كوبايتين بالظبط من المية. هفضل الم الدقيق ما عجنش خالص، الم بس. وبعد كده اوقف على طول، يعني ما عجنش خالص، مش عايزين العجينة تشد معانا وتطلع لنا بعد كده المنين معضم. هسيبها تريح حوالي ربع ساعة بالكتير لحد ما احضر العجوة بتاعتي. طبعا العجوة انا بطريها بشوية مية. وبعد كده بحضر السمسم برضو بضيف له شوية مية علشان يلصق معايا بكل سهولة في المنين. وبخلص دول وافرد العجينة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شكل المستطيل. وافرد عليها العجوة. العجوة صيامية عاملينها بالمية، فكاها بالمية وابدأ اعمل المنين رول بالشكل ده لحد ما اوصل لنص العجينة بالظبط. يعني لو احنا عاملين العجينة كلها هبدأ الف الرول 3 لفات بالظبط. وبعد كده اقطع بالشكل ده. وبعد كده اقفل كويس خالص علشان بس العجوة ما تطلعش معايا من العجين بعدين. بالشكل ده اتأكد انه العجينة اتقفلت كويس خالص علشان ما نبهدلش الدنيا في الفرن وتدخن يعني الوضع مش هيكون لطيف. وهرول الجزء الباقي ده واقفله كويس خالص، برضو نفس اللي عملته في الاولى هعمله في دي كمان. وهعمل باقي كمية المنين كلها بالشكل ده. الف كويس خالص، ما سيبش اي فراغات. حاول على قد ما اقدر ارولها على ضيق خالص. وبعد كده اقفلها كويس خالص وابدأ برضو افردها يعني بالشكل ده. اطولها معايا شوية علشان ما تكونش كده مبقلظة وحجمها كبير اوفر. ارولها كويس وبعد كده اتأكد انه الفتحات متقفلة كويس. وهبدأ اقطع. التقطيع انا بحب اقطعها كده حوالي سنتي بالظبط، حجمها بيكون وسط حلو. وابدأ اقطعها واخدها واحطها في السمسم. لو عايزين تعملوها من غير سمسم ما فيش مشكلة خالص، احنا كده كده حاطين في العجين بتاعنا سمسم، بس انا بحب السمسم زيادة كده فبحطها في السمسم. وباخدهم احطهم في الصينية. الصينية مش محتاجة لا ادهنها ولا احط لها ورق زبدة. كمية الدهون اللي فيها مش هتخليها تلصق في الصينية خالص. وبما اني عاملة كمية كبيرة فانا بسيب الصينية اللي بتخلص بس تلت ساعة. وبعد كده بكون مشغلة لها الفرن ودخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة، بتاخد من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة. بدخلها على الرف في النص، وبعد كده بعد ما بتاخد اللون من تحت برفعها على الرف من فوق تاخدلنا نفس اللون من فوق كمان. يعني مش محتاجين ان احنا نشغل شواية. وبتطلعوهم تاكلوهم بألف هنا وشفا. بيفضل الاخر واحدة كريسبي مش معضم خالص، والاخر واحدة هتلاقوها محافظة على نعومتها. طريقة سهلة وبسيطة، اتمنى تكون عجبتكم. ان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.